مساء الفل والهنا على كل حبايبنا، ويا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله انا مبدئيا قبل اي حاجه هوريكم راس العبد اللي احنا عملناها امبارح. اتسالت عليها اتهريت يا غاليه هنكورها ازاي؟ طب في الاخر شكلها ايه؟ ان احنا لما صبيناها امبارح صبيناها سخنه في طبق واحد. هي لما هتبرد هتبتدي تمسك وتبقى زي العجينه ونكورها كور، هتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده اخر شكل راس العبد. وهتحطوها في ورق زي ما قلت لكم امبارح، مش هتتقدم كلها في طبق واحد، احنا بس كانت سخنه وما كانش ينفع نكورها. ده اخرها. ابرموها بقى على جوز هند، على مكسرات، على اي على زبيب، تتبرم كده هيبقى هو ده شكلها. وفي فيديو حطيناه على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك شرحه فيها ازاي تكوريها وتوصليها للشكل ده. طبعا احنا لسه مكملين مع غاليه، وبدأنا مع غاليه من هي طفله لحد ما هنوصل النهارده للقسمه والنصيب، لحد اخر مرحله بقى جوازي والقسمه والنصيب. النهارده بقى كلكم قاعدين تقولوا يا ترى غاليه هتحكي لنا ايه النهارده، يا ترى غاليه هتحكي لنا ايه النهارده. هنحكي بقى مع بعضينا. هنقول بقى غاليه ازاي اتجوزت، بس كله اسم ونصيب بقى. واهم حاجه هقول لكم انا قابلته فين. استنوا النهارده بقى واحنا بندردش كده هنطبخ طبخه بسيطه، لان معانا ضيفه برضو ليها ذكريات وليها حاجات كتير قوي هتحكيها لنا بقى، وهنقعد معاها ونعرف برضو هي اتجوزت ازاي وذكرياتها ايه، زي غاليه بالظبط. هنعمل النهارده اكله خفافي. هعمل مكرونه بالخضره. احنا بناكل الرز بتاع المحشي بيبقى فيه خضره، فقلت يا غاليه نعمل النهارده مكرونه بالخضره، وسهله وبسيطه وفي نفس الوقت مفيده وحلوه قوي. مكرونه مسلوقه، اي نوع مكرونه تحبوه. الخضره زي خضره المحشي، شبت وبقدونس وكزبره وتوم وملح وشويه بهارات وشويه فلفل اسود وشويه كزبره ناشفه وشويه زيت، بس كده، ما فيهاش حاجه تاني خالص. طبقوا انتوا بقى جنبيها اي حاجه تاني تحبوها، حته لحمه، حته فراخ، حته كفته، اللي تحبوه. هي تتاكل كده برضو زي الفل. قبل ما اولع لازم اخرط الخضره الاول، لان الخضره دي هتبقى رفيعه قوي، عاوزينها مسمسمه كده، كل حبه لوحديهم عشان ينزلوا رفيعين قوي. اعملوا الخضره رفيعه قوي على قد ما تقدروا كده اهو زي ما قلت لكم كده بقى وانا قاعده بخرط، ان الجواز في الاول وفي الاخر بيبقى اسم ونصيب. يعني انا لما جيت اتجوز يعني جوزي هو ابن عمي، وفي نفس الوقت احنا كلنا بنعرف بعض، كلنا طالعين ربه واحده متربيين مع بعضينا. اما كبرت بقى كده وخرطت البنات خرطني، قال بقى ايه اتجوز بقى اخد بنت عمي. قلت له جه قال لامي، امي قالت لي يا بنتي ابن عمك عاوز يتجوزك. قلت لها لا يا ام انا مش هتجوز دلوقتي والنبي، لا سيبيني شويه، كنت عاوزه ابقى افرح زي البنات والبس واتمشى واعمل واسوي. قالت لي يا بت ده الجواز ستره، اتجوزي ده ابن عمك ومننا وعلينا واحسن من الغريب، واما نيجي عليه احسن ما نيجي على الغريب. المهم حصل النصيب، جه قابل امي، لان ابويا طبعا الله يرحمه جه قابل امي، وجه بقى عشان يخطبني عز الرخص، وكان كل بعيله من عندنا في الحته ترص بالثلاث غوايش كده شبكه. جاب لي دبله. قلت لها ياما انا ماليش دعوه، انا عاوزه شبكه زي البنات. قالت لي احنا بنشتري راجل، والراجل مش بالفلوس ومش بالذهب، هو ذهب، هو غباكي، هو جسرك. قلت لها حاضر ياما، سمعت كلامها وجيت اتجوزت. دخلنا في قصه الجواز بقى، كنت مرعوبه رعب ان انا بقى عندي بيت ومسؤوليه، وهو زيي، هو كان فرداني، لا حد بيقول له رايح فين ولا جاي منين ولا سيب مصروف ولا عاوزين ناكل ولا عاوزين نشرب. رخر اتجوز صبح، في واحده بتقول له في نور وفي ايجار وفي بيت وفي 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 وفي. رخر كان مرعوب. فالجواز اصلا من البدايه اي حد بيتخض، سواء بنت او راجل بيتخض اول ما يجي يتجوز كده، يحس كده انه انا فين وايه المسؤوليه اللي انا شلتها دي وايه ده كله. فيعني يعني كله عدى. بس احلى حاجه بقى اول ما جه عشان يتجوزني وجه بقى لامي،
فامي بقى ايه، الست سكتت، لا اتشرطت ولا اتكلمت ولا قالت شمال ولا قالت يمين ولا جنس حاجه. قالت يلا اللي يقدر على حاجه يعملها وفي بيتها، ولا قالت لا شمال ولا يمين ولا عاوزه ايش عزال بنت العمده ولا اربط اعمل ولا سوي. الحال مشي، اللي هو جابه واللي امي جابته واتوفقت. بس يا ريتها جت على كده، ده كانت بقى كل يوم تيجي تمسك وداني، يا بنتي انتي راضيه؟ والله يما خلاص راضيه. يا بنتي اعملي في حياتك كذا وكذا، يما كذا وكذا، ما تخليش تالت يخش بينكم، زي اي ام لما بتقعد كده تنصح. كان بقى ايه حاجات كتير قوي بتعدي، هنحكي مع بعض لما نقول يا بس. كده خرطنا الخضره اهي اهو، على رفيع على رفيع قوي عشان ما تغطيش على شكل المكرونه. احنا عاوزين ناخد شكل الخضره وطعمها وشكلها ونبقى يعني نستفاد بيها، وفي نفس الوقت هي ما تبقاش كبير. اهو الشبت والبقدونس والكزبره. يا استاذ مي، يا مي انا اسفه، يا مي ازيك يا ست غاليه؟ صباحك فل ومسائك هنا يا مي. ده انت اللي فل وهنا يا ست غاليه، اكلك زي العسل. يا اختي اسكتي، مش سامعاني دلوقتي؟ انا كنت بتكلم على الجواز. انت اتجوزتي ولا لسه؟ انا متجوزه وانا في ثانيه كليه، وكملت دراستي وانا في الكليه، وكل اللي انت بتقول عليه ان انا اللي فيه. يا صلاة النبي، يعني مش غالية لوحدها. لا يا ست غاليه، بس احنا نيجي جنبك في اي حاجه. اسكتي، ده انا ساعة ما اتجوزت امي قالت لي يلا السطري وابن عمك، ويلا بقى السطري احسن من الغريب. انا متجوزه جاري عمري ما عرفته. بس طلع وحماتي زي السكر. ما شاء الله عليها، الله اكبر. ايه كده؟ بس حماتي بقى نفسها تعرف ازاي تودك البلاط. تودك ايه؟ البلاط المش. بلاص المش، بصي هو بلاص المش هي تنقعه 3 ايام في الميه زي القلل، كل يوم تنقعه وتكب الميه اللي فيه وتحطي ميه جديده عشان خاطر الطمي بتاعه يثبت، وبعد كده تحطي فيه شويه لبن رايب وتبيته يومين وتدلقهم، وبعد كده تحطي فيه المش بس. تمام يا ست غاليه، كتر خيرك. تسلمي. وبعدين يعني ده اللي الشمس، يعني اللي حماتها تحبها الشمس تطلع لها، وهي فعلا بتموت فيا وانا بموت فيها. دعواتك هنا يا ست غاليه، ربنا يخليها لك يا رب. بس جوزك جاب لك شبكه حلوه كده لما اتجوزتي، ولا جاب لك دبله زي غاليه؟ لا جايب لي شبكه يا ست غاليه. شفتي؟ بس انا كنت راضيه ومبسوطه. انا عايزه اقول له انا بحبك قوي يا فادي. اسمه فادي رزق. ربنا يخليهولك يا حبيبتي ويحبب فيكي خلق. تعيشي يا ست غاليه، تعيشي. ربنا يخليهولك، شرفتينا. ربنا يخليهولك. هنحط شويه زيت وننزل بقى بقلب المكرونه اهي اهو. حلوين دول كده، نبقى نحطهم كلهم. يلا جاست الخير خيرين. هنحط شويه الكزبره الناشفه وشويه الفلفل والبهارات والملح، ونقلبها تقليبه حلوه اهي كده بعيد عن النار. بس احنا عاوزين نحط الخضره وتاخد تقليبه واحده ونقفل عشان الخضره تفضل لونها حلو اهي. انا جبت النهارده مكرونه شكلها كده ايه، حسينه وارانب وبط عشان العيال تاكلها وتبقى مبسوطه. هنحط الخضره اهي اهي اهي. الاكله دي انا افتكر ان انا عملتها زمان اول ما اتجوزت. البنت لما بتتجوز بتحس ان هي شالت مسؤوليه كبيره، والراجل زيها، وممكن يحصل بينهم مشاكل ماديه، وده حصل لي برضه، لان الراجل بيلاقي نفسه ان هو مسؤول عن حاجات كتير، عن بيت ولو بقى ربنا كرمهم وهوب جابت عيل في الاول وبيوقوق وعاوز مصاريف وعاوز لبن وعاوز بيتفاجئ كده ويتخيل. يعني انا مريت بده كله، لقيت جوزي فجاه بيقول يا لهوي بيت ومصاريف وده كله ونتخانق ونعمل، بس ده بيمر على كل الناس. ما هي هنا بقى المفاجاه، هنا اللي ما يبقاش عامل حسابه.
اهو. بصوا المكرونه دي حلوه وسهله، والخضره فيها الدنيا شتاء، العيال تاكل البقدونس والحاجات دي كلها تبقى زي الفل. مش محتاجين اكتر من كده، ولا جبن ولا اي حاجه. اكله بسيطه، عندك شويه خضره في الثلاجه، بدل ما ترميهم ولا مش لاقيه لهم صرفه، قطعيهم واعملي بيهم مكرونه بالشكل ده. فص ثوم مع شويه زيت مع شويه بهارات مع شويه فلفل اسود وشويه الخضره وعنب، تاكلي شويه مكرونه بالخضره زي الفل. بس كده احنا هندفع عليها، هي تشويحه وتقليبه كده اهو اهو. نعين بس الحاجات دي. عاوزه اجيب طبق كبير كده اغرفها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انتوا عارفين لما جيت اتجوز بقيت هايبه جوزي وهايبه شكوى، صحيح ابن عمي ومتربيين سوا ونعرف بعض كويس، بس الحياه في الجواز مختلفه خالص، كانك لا عرفتيه ولا عاشرتيه. بيبان بقى طبعه الحقيقي، اذا كان حلو ولا وحش، اذا كان بيقدر يفتح بيت ولا ما بيقدرش، اذا كان هيقدر يتحمل المسؤوليه ولا لا. الخطوبه شكل، والمعرفه والقرابه شكل، والجواز شكل. بس طول ما انت راضيه ومبسوطه وفاهماه وفاهمك، كله بيعدي وبتكملوا حياه حلوه وجميله وما فيهاش اي مشاكل. الله على ريحه الخضره، بصوا بتعمل ريحه حلوه ازاي في المكرونه. ادي المكرونه اللي بالخضره ريحتها حلوه وفيها الشبت وفيها البقدونس. وهناخد فاصل ونرجع نكمل مع بعض، انا والضيفه بتاعتي بقى، هي تطلق ذكرياتها وانا الم في ذكرياتي. فاصل وراجعين.